بتفكر تبدأ تعلم علمك البرمجة لكن محتار تختار بين سكراتش ولا بيكتو بلوكس. النهارده هنعمل مقارنة وجها لوجه وتشوف مين فيهم الأنسب ليك ولولادك، ويلا بينا نتعلم حاجة جديدة. اهلا بكل اصحاب المبرمجين. الحلقه بتاعت النهارده موجهه لكل اولياء الامور اللي ولادهم عايزين يبداوا في البرمجه، ولما بيعملوا سيرش بيلاقوا ان في اكتر من برنامج. فاحنا النهارده هنعرض لكم برنامجين وايه الفروقات اللي ما بينهم، وامتى مين يستخدم ده ومين يستخدم دوت، وهم سكراتش وبيكتو بلوكس. دولت ممكن يعتبروا اشهر برنامجين موجودين دلوقتي لتعليم الولاد البرمجه عن طريق فكره البلوك بيست. كمان سكراتش طبعا اقدم بكتير من بيكتو بلوكس، لكن بيكتو بلوكس معمول مستوحى من السكراتش، ولو فتحنا هنلاقي الانترفيس بتاعهم الاثنين زي بعض جدا، بس دوت عندنا شخصيه القطه اللي بيسموها سكراتش، ودوت شخصيه الدبدوب ده اللي اسمه توبي. طب هنبدا مع بعض نعرف الاول ايه الحاجات الكومن اللي ما بينهم، يعني ايه الحاجات اللي في الاثنين زي بعض بالظبط. طبعا زي ما احنا شايفين كده تقريبا الانترفيس بتاعهم واحد. الحاجه الثانيه هما الاثنين بينفعوا للولاد من 8 لحد 16 سنه او 16 بلس، في ناس كتيره جدا من اكبر من كده بتستخدمهم. الاثنين كبلاتفورمز موجودين اونلاين واوفلاين، تقدر ان انت تعمل له داونلود وتقدر تعمل له سيت اب على التابلت بتاعك، على الموبايل حتى، او على ديسكتوب. بس السكراتش ما عندوش ابلكيشن على الايباد دوت. ممكن يعتبر اول فرق احنا بنقوله دلوقتي. الحاجه الثالثه، الاثنين كالرفول، الاثنين سمبل، الاثنين مودرن كلين، ما فيهمش اي فروقات في النقطه دي. الاثنين بطريقه الدراج اند دروبس، مش محتاج ان انت تعمل اي كتابه. الاثنين بتقدر ان انت تعمل سيف للبروجكت بتاعك، وتقدروا ان انتوا تعملوا اكسبورت دوت اس بي 3 فايل. الاثنين فيهم الاوبشن ان انت يبقى عندك شيربل لينك، تقدر ان انت تعمل شير مع اصحابك او مع المدرسين بتوعك في منتهى السهوله، او مع اي حد. والاثنين عندهم لايبرري كويسه فيها دروس كتيره جدا. طيب ايه بقى الفروقات؟ اول حاجه الاثنين بلوك بيز، مفيش اي مشكله في الموضوع دوت، بس بيكتو بلوكس بيدعم اكتر البايثون، عنده اوبشن ان انت تقدر ان انت بنفس الشخصيات ونفس الانترفيس تاب مكتوب عليها بايثون، زي ما احنا شايفين كده التاب اللي فوق ديت تقدر ان انت تكتب فيها بايثون كود، ودي طبعا ميزه قويه وموجوده في البيكتو بلوكس اللي عايز ادفانسد كودينج. الحاجه الثانيه بالنسبه للاكسبيرمنت بتاع الارتفيشال انتليجنس والماشين ليرنينج، بيكتو بلوكس بصراحه عنده اكستنشنز كتيره جدا بتدعم الموضوع دوت، وقوي قوي قوي في الحته دي، لان كله موجود في نفس البلاتفورم. لكن بالنسبه للسكراتش لازم تروح لحاجه خارجيه وهي ماشين ليرنينج فور كيدز، هتلاقي برضو كل الاكستنشنز دي بتشتغل بس اونلاين، لكن مش موجوده في الاكستنشن بتاعه السكراتش نفسه. وخلينا قلنا برضو ان حتى الاكستنشنز بتاعت بيكتو بلوكس انت بتستخدم فيها artificial intelligence وماشين ليرنينج، لازم ان انت يكون متوصل بالانترنت. ممكن عندهم حاجات بتشتغل، في حاجات كتير بتشتغل من غير انترنت، وعندهم كمان حاجات بكريدتس، ان انت لما بتعمل اكونت جديد على بيكتو بلوكس بيديك 1000 كريدت، 1000 كريدت، بتبدا ان انت تاخد منهم كريدت. كل ما بتستخدم الحاجات اللي بالكريدت هتلاقيها عليها العلامات دي، ولما بتخلص بتقدر ان انت تشحن تاني بفلوس لو انت محتاجها. وده يعتبر ايه فرق كبير ما بين بيكتو بلوكس سكراتش. الاثنين بنقدر نعمل بيهم 2 دي جيمز، نقدر نعمل بيهم ستوريز، نقدر نعمل بيهم حاجات كتير جدا. والاثنين عندهم جزء الهاردوير، تعمل حاجات بقى خارجيه وروبوتكس، بس بصراحه بيكتو بلوكس اقوى وبيدعم حاجات كتير اكتر من سكراتش. سكراتش ممكن على الويب سايت بيدعم الراسبيري زياده عن الابلكيشن بتاعته اللي هي بيدعم ليجو بس وماك ماكي، وعلى الويب سايت بتاع ماشين ليرنينج دلوقتي ضاف حاجه جديده اللي هي الراسبيري. لكن بيكتو بلوكس عنده الاوردينو وعنده حاجات كتيره قوي خاصه بالروبوتكس اقوى من السكراتش في النقطه ديت. بالنسبه للسكراتش برضو انت لو انت عايز تعمل مشاريع زي اللي هي بنسميها اللي هي مشاريع الستام، اللي هي حاجات بتحاكي، تعمل سيميوليشن لحاجات موجوده في ريل لايف، هتلاقي الموضوع ده موجود بقوه في بيكتو بلوكس اقوى من السكراتش. السكراتش موجود الموضوع ده فيه بس معقد شويه عن طريق برضو الماشين ليرنينج ويب سايت. الاكسس بتاعه بصراحه مش سهل زي بتاع البيكتو بلوكس، موجود في الاكستنشن، تقدر انت تضيف اي اكستنشن تعمل سيميوليشن لاي حاجه زي موجوده في الحقيقه. ممكن الاطفال يقدروا ان هم يجربوا سيمبل بروجكت بيها على البرنامج، ودي برضو نقطه بالنسبه لبيكتو بلوكس تعتبر اقوى. الاثنين ممكن تعمل عليهم اكونتس عاديه جدا وفري اكونتس مفيش اي مشكله. وقلنا ان بيكتو بلوكس بيديك 1000 كريدت لان انت بتحتاج الفلوس، لكن سكراتش فري تماما لان هو اساسا الشركه بتاعته شركه غير ربحيه، ودي بتبقى نقطه مهمه جدا ان هم ما عندهمش اي حاجه خالص
بفلوس. الاثنين سهل قوي ان انت تتعلمهم وتدخل فيهم، مفيش مشكله فيها، لكن طبعا محتاج ان انت البيكتوبلوكس تتعلم حاجات ادفانسد شويه علشان تستخدم الجزء بتاع الروبوتكس. والاثنين اكيد محتاجين برضو ادفانسد برضو ليرنينج في حته الارتفيشال انتليجنس، لو انت عايز تستخدم اي اكستنشن من الارتفيشال انتليجنس اذا كان سكراتش عن طريق الويب سايت او حتى الاكستنشن الموجوده في بيكتوبلوكس. في حاجه اسمها في الفاريبلز ان سكراتش بيدعم جزء حاجه اسمها الكلاود فاريبلز. ممكن الموضوع ده مبقاش مهم قوي لناس كتير، لان حتى انت علشان يتفتح لك في سكراتش كلاود فاريبلز لازم تبقى انت يوزر اكتف جدا على الويب سايت بتاعهم علشان يفتحوا لاي حد ان انت تعمل كلاود فاريبل يبقى في اكتر من حد بيستخدمه. فما اظنش ان هو فرق مهم قوي، بس حبيت ان انا اذكره لكم. لكن بيكتوبلوكس ما عندوش الاوبشن ده. بالنسبه للسيرتيفيكيشن، السكراتش ما بيديش اي سيرتيفيكيشن، لكن بيكتوبلوكس عندهم اصلا كورسات وبادجات وسيرتيفيكيشن، بس طبعا ده بفلوس. لو انت دفعتها تقدر ان انت تاخد سيرتيفيكت تقول ان انت درست الكورس دوت. نيجي بقى لنقطه مهمه جدا بالنسبه للكوميونتي. ما فيش وجه مقارنه طبعا بصراحه بين سكراتش وبيكتوبلوكس في الموضوع ده. سكراتش اقوى بكتير، اقدم بكتير، عنده كوميونتي قويه اونلاين، عندهم بصراحه الافات البشر عليها من جميع انحاء العالم. بصراحه ما في المنطقه ديت هم اقوى بكتير جدا. وطبعا هو حتى كبرنامج واستخداماته منتشر اكتر، وتقدر ان انت كمان تعمل فيه برين ستورمنج على الويب سايت بتاعهم. الافكار كتيره جدا الناس عاملاها، وحته طبعا ان تقدر تعمل المشاريع ريميكسنج دي نقطه قويه رهيبه جدا في سكراتش، والموضوع ده مش موجود ابدا في البيكتوبلوكس. كمان في سكراتش تقدر لو انت مدرس ان انت تعمل كلاسز وتقدر ان انت تضيف الاولاد عليهم. لكن وتقدر ان انت تعمل كمان للولاد تعمل لهم شير للبروجكت اللي هم يعملوه وهم يابلودوا ويضيفوه في الكلاس بتاعك، وتبقى شايف كل ده على السكراتش. ودي بصراحه نقطه مهمه جدا وقويه جدا جدا في السكراتش، مش موجوده في البيكتوبلوكس. بيكتوبلوكس مؤخرا بقى عنده كوميونتي بروجكتس، تقدر ان انت تشوف البروجكتس بتاعتهم من الويب سايتس بتاعهم من خلال بروجكتس بعدين كوميونتي بروجكتس. البروجكتس بتاعتهم زي ما انت شايف فوق كده هي كاتيجورايز، بس ما تقدرش تعمل فيها سيرش عليها سيرش زي بتاعه سكراتش. هتلاقي في كاتيجوريز هنلاقي فيها اكتر من بروجكت، في بروجكت هنلاقي فيها واحد او اتنين بس. طبعا السكراتش فيه بروجكتس اكتر بكتير جدا لانه اقدم بكتير وعنده الافات الناس زي ما اتفقنا. ففي الحته ديت سكراتش يكسب اكتر. لكن هم عندهم كويب سايت قوي، لكن الويب سايت بتاعهم حلو وعليه مشاريع كتير وعاملين يوتيوب شانل. الاثنين الحقيقه صراحه الاثنين عندهم يوتيوب شانل وشارحين فيها مشاريع كتيره جدا. وزي ما قلنا قبل كده هم الاثنين ممكن تقدر تنزلهم على الموبايلات، ودي ممكن تبقى فرصه كويسه لو الولاد رايحين مشوار ان هم يلعبوا مثلا على الموبايل بدل ما يلعب جيمز، ممكن يعمل شويه كودينج على الموبايل. لكن كده كده انا بنصح ان اي حد بيتعلم يتعلم على تابلت او ديسكتوب، افضل حاجه ديسكتوب او لابتوب يعني. اخر نقطه بقى ان الاثنين بالنسبه للفيوتشر سكيلز بتاعتهم مهمين جدا، لان الاثنين فيهم artificial intelligence ذكاء اصطناعي، فيهم critical thinking. طبعا اي حاجه فيها برمجه بتفكر ازاي انك تعمل المشروع، هيتعلموا البيزكس بتاعه الكودينج فيها. هم الاثنين بيدعموا النقطه دي جدا. تقدروا يعملوا انيميشن، ستوري تيلينج، لوجيكال ثينكينج، كل الحاجات ديت موجوده في الاثنين. لكن زي ما قلنا قبل كده ان ممكن يكون الموضوع اقوى في بيكتوبلوكس من ناحيه الروبوتكس. اتمنى ان انتوا تكونوا عرفتوا اكتر ايه الفروقات ما بين الاثنين، وان انتوا تقدروا ان انتوا تاخدوا قرار. الاثنين كويسين جدا وحلوين، وانا انصح الولاد اللي بيحبوا البرمجه ان هم يشتغلوا على الاثنين، لان انت بتتعرف على حاجات مختلفه في كل واحد فيهم. الخلاصه لو انت اشتغلت قبل كده على السكراتش ممكن تبقى فرصه انك تشتغل على البيكتوبلوكس وان انت تجربه. لو انت مهتم ان انت في المستقبل تشتغل على الروبوتكس وتشتري الاجزاء الهاردوير، يبقى انت اكيد تمشي مع البيكتوبلوكس. لو انت مبتدئ تماما وما تعرفش اول مره تشتغل خالص على موضوع البلوك بروجرامينج دوت ولسه بتبدا، انصح بسكراتش. ليه انصح بسكراتش؟ يعني الاثنين زي بعض بالظبط كانترفيس، علشان الكوميونتي بتاعته. هتقدر تدخل على السكراتش تشوف الناس عاملين ايه افكار، تقلد افكار موجوده، تعمل ريميكسنج المشاريع وتكمل اجزاء فيها. هتتعلم حاجات اقوى بالسكراتش من خلال الكوميونتي، مش هتلاقيها في بيكتوبلوكس. ممكن تتوه شويه علشان تعمل فكره جديده. اتمنى تكون حلقه النهارده عجبتكم وان انتوا شفتوا الفروقات اللي ما بينهم، وانا عملت لكم مشروع اهو بيوري ان الاثنين زي بعض تماما. اتمنى ان انا اكون افدتكم وعرفتوا من الحلقه دي تقدر ايه البرنامج اللي انت تستخدمه علشان تبدا ان انت تتعلم برمجه. المهم ان احنا نبدا. مستنيه برضو تطبيقاتكم على هاشتاج كود فور اول لمشاريع مختلفه اذا كان بسكراتش او بيكتوبلوكس. ما تنسوش تعملوا لنا لايك وشير وتكتبوا لنا في الكومنتات ايه الحاجات الجديده اللي انتوا عايزين تعرفوها. سبسكرايب في القناه بتاعتنا. هابي كودينج.